نصب الحرية، ملوية ساموراء، وأشكال رمزية أخرى تجسدت عبر أعواد كبريت جمعتها أنامل شاب بغدادي حاول من خلالها محاكاة العمارة والثقافة العراقية بأسلوب جميل ولافت. حاولنا نعيد صياغتها بشكل فني حتى يتلقاها المتلقي بشكل سلس، حتى إذا أسوي تراثي مثلا نصب التحرير أو مثلا برج أو ملوية. كنت أرسم أغلب الأعمال أرسمها رسم، لكن بعد ما طلعت إنه عود الثقافة أحاول أعمل منها أعمال مجسمات وتعبيري. اشتغلت مجسم بسيط عرفته بسوبر ماركت، لاقى استحسان كثير. لاحظنا من خلال الأعمال هناك رسائل محددة تريد تقدمها أنت للزائر، يعني تكلم لنا بشكل تفصيلي عنها. عمل بسيط أحاول أوصل به رسالة معينة للمجتمع تحارب سواء الطائفية أو الجهل أو مثل ما تشوف الأحلام، أحولها إلى عمل فني لكن بعود الثقافة. لكن هاي يبقى الأعمال التعبيرية يبقى يتفكر بيها، لأن كل عمل صغر حجمه إلى فكرة أكبر منه. الانطباع الذي تركته أعمال بشير على المارين قرب معرضه الصغير ترك إعجابا وحافزا في نفوسهم يدعو من يمتلك موهبة منهم لإخراجها للعلن، بدلا من أن تبقى حبيسة التردد وقلة الثقة تعبر عنهم بصور مختلفة. من بغداد، أحمد مهدي، السومرية.